يبدو أن الناخب الوطني جمال بلماضي مصر أكثر من أي وقت مضى على تطبيق سياسة تغيير جلد المنتخب الوطني مع الحفاظ على كوادر المنتخب في آن واحد. فالناخب الوطني أعلن سهرة الثلاثاء عن قائمته المعنية بخوض تربص جوان مكونة من 26 لاعبا تحسبا لمواجهة أوغندا الرسمية وتونس الودية. قائمة شدت فيها الأسماء الجديدة والعائدة الأنظار، وتقدم فيها حسام عوار المشهد بأول استدعاء، منهيا بذلك مسلسلا مكسيكيا طالت حلقاته واشتدت حبكاته قبل أن ينضم أخيرا لكتيبة بلماضي. حسام لم يكن الوحيد من الجدد، بل كذلك المتألق في الجولات الأخيرة من الدوري الفرنسي حماد عبدلي رفقة أونجي، يضافان للاعبي منشط نهائي كأس الكاف اتحاد العاصمة، وهما كل من هداف الشان أيمن محيوس والحارس المتألق أسامة بن بوط، يرافق زميلهما من الاتحاد هيثم نصيف العائد لصفوف الخضر بعد 5 سنوات. نصيف لم يكن العائد الوحيد بعد طول غياب، بل كذلك فيكتور لكحل الغائب لمدة 4 سنوات، أي منذ تعرضه للإصابة قبل كان 2019، مستفيدا من عودته لأعلى مستوياته، وهو الذي اختير ضمن التشكيلة المثالية للرابطة الفرنسية الثانية. قائمة الوافدين الجدد لم تكن فقط من شدت الأنظار، بل حتى المبعدين كان لهم نصيب من الأضواء، فبين الإصابة في صورة عطال وبن ناصر، الابتعاد عن المنافسة عند بالليلي، والإبعاد الفني في صورة أيد نوري، سركان، قادري، ديلور والحارس أوكيجا، تباينت الأسباب والإبعاد واحد.